انا هنعمل وده مطبخي. هنعمل بقى تفريز الثوم يقعد معاكم من السنة للسنة، ولا يصفر ولا يجراله اي حاجة، وبطريقة حفظ حلوة، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. عندنا بقى الثوم. بصوا انا جايبه الثوم البلدي اللي هو الابيض. الراس ده بقى يعني الراس كبيره حلوه كده هو، وزي ما انتوا شايفين بقطع كده هوت يا دوبك، يعني بنسيب الحته ديت بس. حلو. وننضف بقى. بصوا نشيل من كده من القمع، ونشيل طبقة قشرة، طبقتين او حاجة كده هو. وهو لازم تجيبوه يبقى نضيف. في الاول انا بوريكم تقطعوا منين. بصوا يا دوبك زي الشبر صبعين كده هو تسيبوهم، وبعد كده هو تروحوا شايلين. بصوا قشرتين كده هوت منها، وتشيلوا الطينة بتاعتها بس، وتسيبوها ببقية القشر بتاعها، ما تشيلوهوش خالص، وما يتفرم ولا هيبان ولا مفصصه ولا اي حاجة. انا بصوا انا هنضفها كده وهوريكم هنعمل ايه. بصوا القشر بيطلع كده، واروح شايلاه مع حتة الطينة اللي موجودة اهي. بصوا بتبقى زي الفل ونضيفة، واي حتة بنلاقيها فيها طينة بنشيلها، او مش نضيفة بنشيلها. بصوا بتبقى بيضة ازاي وحلوة اهي. هنخلص بقى نعمل كل الكمية اللي عندنا بنفس الطريقة. انا هوريكم مرة كمان اهو. بنشيل كذا طبقة من القشرة بتاعت الثوم اللي هي بتبقى مش نضيفة، ونشيل معاها نفكها كده، ونشيل معاها حتة الطينة اللي موجودة في القمع بس. هو كده هو التنظيف، والباقي بتسيبوه اهو. وتكون بس السكينة حامية، وهي بس الحتة اللي عند الراس دي بتبقى ناشفة شوية، اكيد كلكم عارفين اهي. بنحاول نجيبها كده هوت ونشيلها كلها وننضفها، عشان دي لما نيجي نفرمها ما توقفش السلاح بتاع الكبة او المفرمة، حسب ما انتوا هتعملوها. بصوا وتحاولوا تطلعوا كده الحتة الناشفة دي، عشان دي ملهاش بصراحة اي لازمة، هتوقف لكم الكبة على الفوج اهي. بصوا راس الثوم ازاي، واديني خلصت اهو الكمية اللي عندي. بايديكم بقى تروحوا فاتحينه بس كده، عشان لما تيجوا تضربوه. عايزين تعملوه بالسكينة اعملوه، ولو لقيتوا اللي هي من عند القمع دي حتة ناشفة كده هوت زي عصاية كده هوت ناشفة، يعني بتبقى خلي بالكوا شيلوها، عشان دي ممكن تكسر سلاح الكبة او سلاح المفرمة. اكيد كلكم عارفين ان بيبقى في حته كده في القمع بتاع الثوم اهي. بصوا هي دي اللي انا بقول لكم عليها، لازم الحته دي تشيلوها، لان دي ممكن تكسر لكم السلاحه. بصوا انا وريتها لكم اهو كذا مره. خلصت بقى الكميه اللي عندي، فصصته بايديكم بايدينا زي ما انتم شايفين كده اهو. انا بقى عندي مفرمه، هفرمه بقى في الكبة زي ما انتوا في المفرمة، زي ما انتوا كده هو شايفين بينزل في منتهى السهولة، وعشان احنا منضفينه مش مخليين فيه حاجة ناشفة. نفس الشيء برضو في الكبة، لما كلكم اكيد عندكم كبة هتضربوه برضو حبة حبة في الكبة كده، الدنيا هتبقى زي الفل اهي. بصوا انا فرمت اهوت الكميه اللي عندي. بصوا لما فرمتها كلها الكميه، بصوا ما اكسدتش ولا اي حاجه، لان بنفرم بسرعه وبنتبع التعليمات. بصوا هنحط بقى حبه زيت كده حلوين زي كوبايه زيت. الزيت ده بيحفظ بيغلف كل الثوم اللي احنا فرمناه تمام. وبتحطوا برضو حبه ملح كده اهو، كل دي مواد حافظه للثوم ماشي. تقلبوا بقى كل الحاجات دهيت، عشان كل الثوم اللي الكميه اللي عندنا ده هتقعد معانا للسنه. وتقلبوها كده هو تبقى زي الفل. بعد كده تحطوها بقى يا اما في علب، انا عندي العلب دهيت بحطها في الديب فريزر حلوه زي الفل، وبتحفظهولي من السنه للسنه، ولا بيأكسد ولا بيغير لونه ولا ريحته ولا بيطلع حتى ريحه. ليه؟ غلفنا كل الثوم بالزيت. الزيت بقى بيمنع ان هو يطلع له ريحة او اي حاجة، والملح بيحفظه كأننا زي كده مملحينه، فبيحفظ لي كمية الثوم اللي عندنا زي ما انتوا شايفين. وحتة اللي هي في العلب دي بتبقى حلوة قوي، تطلعوا من الديب فريزر كده علبة علبة، وتاخدوا منها حتة بالمعلقة
بتبقى زي الفل، ويقعد عندكم السنة للسنة، ولا تحتاجوا تشتروا بعد كده ولا اي حاجة. جربوا الطريقة ديت، هتلاقوها سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. بصوا تقفلوا عليها كويس اهم حاجة. وادي عملت كده الكمية كلها اللي عندي. ده تخزين التوم بقى من السنة للسنة، واليومين دول التوم اهو رخص، يعني بقى ب20 جنيه كده، حلو قوي. يا ريت تشتروه بقى اليومين دول. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.